أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم إجراء المنتخب الوطني الأول لمباراة ودية أمام البرازيل في 25 من شهر مارس المقبل على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة. وستقام المواجهة انطلاقا من 10 مساء بالتوقيت المغربي، وسيكون أول ظهور للأسود بعد إنجازهم المونديالي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وذكرت الجامعة في بلاغ لها بأنها ارتأت أن يكون أول ظهور لمنتخب مغربي بعد المشاركة المونديالية التاريخية بمنازلة المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا حسب التصنيف الشهري الذي تصدره الفيفا. وستخوض كتيبة المدرب والد الركراكي مباراة ثانية أمام المنتخب البيروفي يوم الثلاثاء 28 شهر مارس المقبل بالعاصمة إسبانيا مدريد على أرضية ملعب متروبوليتانو انطلاقا من 9:30 مساء بالتوقيت المحلي. تحدث رافائيل فان دير فارت اللاعب الهولندي السابق بخصوص الدولي المغربي حكيم زياش مؤكدا أنه ليس سعيدا في تشيلسي. وقال فان دير فارت في تصريحات: الفريق يفتقد المركز رقم 10 داخل الميدان، ودائما أقول وأعتقد أن الجواب هو حكيم زياش. وأضاف إنه ليس سعيدا في تشيلسي وأنا من أشد معجبين به، إذا أراد توتنهام ضمه فستحل مشاكلهم في الفريق، لذلك لا أعتقد أنهم بحاجة إلى المزيد من اللاعبين. وكانت صفقة انضمام زياش إلى فريق باريس سان جيرمان كمعار قد فشلت في آخر ساعات الميركاتو الشتوي الفارط. من المرتقب أن يلتقي الناخب الوطني والد الركراكي اليوم بلاعب سي ميلان الإيطالي إبراهيم دياز لإقناعه بحمل قميص المنتخب المغربي والانضمام إلى كتيبة أسود الأطلس في الفترة المقبلة. وذكرت قنوات بين سبورت نقلا عن مصادرها داخل الروسونيري أن والد الركراكي سيلتقي اليوم بدياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي. جدير بالذكر أن دياز لعب في الفئة السنية للمنتخب الإسباني إلى أن تم استدعائه للمنتخب الأول قبل عامين، حيث شارك في لقاء واحد مع لاروخا في مباراة ودية أمام ليتوانيا سجل منها هدف، فيما كان ضمن قائمة إسبانيا في تصفيات كأس العالم في مناسبتين، لكنه ظل حبيس دكة الاحتياط. ويقدم دياز الذي يحمل الجنسية الإسبانية كذلك أداء مميزا مع نادي سي ميلان، حيث شارك معه الموسم الحالي في 26 مباراة سجل خلال 5 أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين. وكان دياز قد خطف الأنظار خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وسجل هدف الفريق الإيطالي ليقوده للفوز على نظيره اللندني في انتظار مباراة إياب. ضمن فريق أتلتيكو مدريد خطوة جديدة مع النجم المغربي الصاعد عبد الله الريحاني عندما مدد له العقد ل4 مواسم أخرى، أي إلى غاية 2027. وبنفس الطريقة التي صارع بها أتلتيكو مدريد لحماية المهاجم المغربي من التهديد الذي يشكل ريال مدريد، لم يتجاهلوا في العاصمة حقيقة أن رئيس الريال كان يطارد نجم منتخب المغرب تحت 20 سنة. وسيتضمن عقد الريحاني بندا بحوالي 70 مليون يورو لمن يريد شراء عقد اللاعب، خاصة وأن عبد الله الريحاني رفض عروضا من مانشستر يونايتد وارسنال وولفرهامبتون بداية الرغبة في البقاء مع أتلتيكو مدريد. يذكر أن الريحاني يعتبر ثاني أفضل هداف في 7 مجموعات الأقسام الشرفية للشبان ب 16 هدف من 19 مباراة لعبها حتى الآن. لم يكشف ويست هام يونايتد حتى الآن عن حجم الإصابة التي مني بها نيف أغارد خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم السبت الماضي، ولا الفترة التي سيخضع فيها للعلاج. لكن تقارير علمية بريطانية كشفت أن أغارد وزميله في الفريق لوكاس باكيتا المصاب أيضا يحتاج لعدة أسابيع حتى يتمثل للشفاء. وأصيب أغارد في فخذه قبل نهاية المباراة أمام تشيلسي وغادر الملعب في الدقيقة 80، بينما أصيب زميله باكيتا وهو لاعب وسط ميدان في الكتف وغادر الملعب أيضا في الدقيقة 14. ويشكل غياب اللاعبين ضربة قوية لويست هام وللمدرب ديفيد مويس الذي لن يكون لديه الكثير من الخيارات لخوض المباراة القادمة بالقوة اللازمة. اعترف ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية أنه تلقى عروضا من عدة أندية في شهر يناير الماضي، لكنه فضل البقاء
وأكد لقناة BTV إشبيلية أنه يرفض ترك فريقه في وقت عصيب لأن إشبيلية في حاجة ماسة إليه، وأضاف أنه سيترك الفريق في حال حصل على حارس مرمى يريحه. وقال بونو: كان هناك حديث مع بعض الفروق عبر وكيلي، لكني لم أشعر بأن الوقت قد حان لأذهب إلى مونشي وأقول لها إنني أريد الرحيل. لم أشعر بأنني راغب في المغادرة ولم أناقش هذه الاحتمالية مع وكيلي، والسبب الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق حاليا. لا أريد الرحيل في مثل هذه الظروف العصيبة، كما لا أريد أن أفرض على إشبيلية أي شيء. وأضاف: إذا جاء أحدهم وكان إشبيلية مرتاح لها فستكون هذه حالة أخرى، لكن بالنسبة لي لن أذهب الآن، أنا سعيد هنا. وكانت صحيفة داسان قد أكدت أن مانشستر يونايتد أعجب بأداء ياسين بونو مع منتخب المغرب في مونديال قطر، وأجرى مفاوضات أولية مع إشبيلية بشأن ضمه في الشهر الماضي. وأشارت إلى أن إشبيلية تجاهل اتصالات اليونايتد في الشتاء، لكن مسؤول الشياطين الحمر يخططون لتقديم عرض جديد لضم بونو في الصيف المقبل. وأوضحت الصحيفة: إشبيلية يطلب 45 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل بونو الذي ينتهي عقده في 2025. وذكرت أن اليونايتد ينوي التفاوض مع إشبيلية لخفض المبلغ المطلوب، كما أن النادي الأندلسي سيكون مضطرا لبيع أحد نجومه البارزين إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أماطت وسائل فرنسية لثمن الرواتب الشهرية للاعبي أولمبيك مارسيليا بما فيهم الثنائي المغربي عزيز أناحي وأمين حريث، حيث يتواجدان في قائمة الأسماء الأعلى أجرا داخل النادي. وجاء في اللائحة التي نشرها موقع ستات OMP أن أناحي هو ثالث لاعب أعلى أجرا في الفريق براتب شهري يبلغ 346 ألف يورو، فيما يشغل حريث المرتبة الثامنة براتب يصل إلى 275 ألف يورو. وكان أناحي قد انضم في الميركاتو الشتوي الفريط إلى فريق الجنوب الفرنسي قادما إليه من أونجي بموجب عقد يمتد لصيف سنة 2027، فيما يزاول حريث للموسم الثاني تواليا مع أولمبيك مارسيليا كمعار من شالكا.